الله سبحانه وتعالى أعد الجنة لأهل التقوى ولأهل الصلاح ولأهل الخير وللمستقيمين على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعيشون في هذه الدنيا ويعلمون أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يصلون، يسابقون إلى الخيرات، يسابقون إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يريدون ما عند الله عز وجل، ويريدون جنة عرضها السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يشوقنا إلى الجنة في حديث قدسي، والحديث القدسي كما تعلمون معناه من الله، ونصه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة، مع أنك تقرأ في كتاب الله عز وجل وصف عجيب للجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصف لنا الجنة حتى نتجاوز هذه الدنيا. فنحن أيها الأحبة إذا رأينا المناظر الجميلة وشلالات المياه، ورأينا الصور التي تأتينا من بلادنا ومن هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول سبحان الله ما أجمل هذه المناظر. ولكن انظروا إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين، لاحظوا كلمة الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ليس لها وصف في الدنيا كما ترى في هذه الدنيا من جمال ومن خضرة ومن أنهار ومن عمارات ومن غيرها، لكن الجنة تختلف عن هذه الدنيا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ أبو هريرة قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بالأوامر وانتهوا عن النواهي. الله عز وجل أمرهم بالصلاة فصلوا. أتيتم إلى الصلاة هذا اليوم صلاة المغرب، لماذا أتيتم؟ لله عز وجل، لطاعة أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك كل الأعمال التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، وكذلك ننتهي عما نهانا الله سبحانه وتعالى. فإذا قمنا بما أمر الله وانتهينا عما نهانا الله سبحانه وتعالى فنحن من المتقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ويقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.